السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة حطوا لي لايك. الفيديو ده هيعجبكم والله قوي، واشتركوا في القناة اللي ما اشتركش، وفعلوا الجرس. ويا ريت كمان تشاركوا الفيديو ده والله حلو، هيعجبكم ان شاء الله، هتضحكوا من قلبكم باذن الله يعني. اي حد مخنوق زهقان يدخل يتفرج على الفيديو ده عشان يضحك شوية. انا عايزة افك كده شوية، لان انا فعلا الايام دي فعلا في ناس كتير مكبوتة يعني ربنا يصلح حالهم. آه، فانا بصراحه عايزه يعني افوق الناس كتير يعني بصراحه. اول حاجه نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بص بقى القصه اولها. واحده بتقول اخويا امبارح راح يتقدم لواحده زميلته معاه في الجامعه، واحنا في الطريق كمين وقف ابويا وسحب منه رخصه العربيه. ابويا كان متضايق جدا، فامي فضلت تهدي فيه وتقول له معلش معلش، حصل خير خير، عشان احنا رايحين نخطب عشان الناس ومش عارفه ايه. خير خير. خلاص تمام تمام. بعد ما وصلنا ويا دوبك داخلين البيت، اخويا كان شايل علب الجاتوه. وهو لسه طالع على السلم، عيال الجيران كانوا نازلين يجروا من على السلم، 3 عيال صغيرين خبطوا اخويا وهم بيجروا، راحوا موقعين منه الجاتوه على الارض، والجاتوه اتبهدل خالص. فبابا فضل يخبط دماغه في الحيط ومش عارف يعمل ايه، راحوا نازلين تاني، راحوا قاعدين في العربيه لغايه لما باباهم راح يدور على محل حلواني وراح يجيب منه الجاتوه. تمام. المهم طلعوا بالجاتوه تاني، الحمد لله طلعوا سلام الشقه ووصلوا وقعدوا. فجات العروسه بتقدم الحاجه الساقعه، اخو العريس كان معاه مسدس خرز، راح ضاربها بمسدس الخرز. راحت سايبه الصينيه على ابو العريس، راحت قلبت عليه الحاجه الساقعه هو واخوه. ابو العريس فضل يتنطط ويزعق وعمال يخبط مش عارف يعمل ايه. المهم راح ابو العروس عشان يهدي الموقف، راح قايل له خلاص يا حاج، تمام تمام، معلش حصل خير، تعالى ايه معايا الحمام، اتشطف. وهو داخل الحمام هما الاتنين راحوا متزحلقين، ابو العريس وابو العروسه. طبعا موقف يعني مش عارفه يعني، ربنا يا رب يستر على الجميع. المهم يا دوبك قاموا وخلاص ونضفوا وخلاص يا جماعه خير، اغزوا الشيطان، حصل خير حصل خير حصل خير. لسه قاعدين ولسه هيتفقوا، راحت ام العروسه راحت راقعه بالصوت. طلعوا يجروا عليها لقاها مغمى عليها في المطبخ. فضلوا يفوقوا فيها، اول ما فاقت في ايه، اغمى عليها عشان لقت فار واقف على الجاتوه بياكل منه. هي دي القصه، اتمنى دي تكون عجبتكم. ناس كتير طبعا دخلت تضحك على الجوازه دي، مش عارفين يعني العيب في مين او المشكله في ايه، الله اعلم يعني. آم، انا بس حبيت اقول لكم القصه دي، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه، وكنت معاكم سماح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.